مواطن عربي سوري، مواطن عربي سوري، مواطن عربي سوري. علي عباس يلا قوم يا ابن الكلب قوم. يلا ابو هادي. ايه ابو هادي بعد احتلال فتنه بموضوع التزوير، زوروا المعلومات، زوروا الصوت، زوروا الصوره، زوروا بعد تفحص الفيلم أكد خبراء أنه من المحتمل جدا أن يكون الفيلم ممثلا ومفبركا، وهناك من يقول إن المسلحين الذين ظهروا في الفيلم هم بشمركة، وإن المشاهد المقدمة ليست من سوريا. وخبيرة التجميل أفادتنا أن بعض الجروح والكدمات التي تم عرضها عبارة عن مكياجات مكشوفة. من أجل المنطق ندعو إلى إعادة التحقيق في هذه الصور ومصدرها. لا ندري من أين جاءت هذه الصور، البعض يقول أنها ربما تكون قد حدثت في أماكن أخرى خارج سوريا. هذا الزي ليس زيا لرجال الأمن السوريين، ولكن كانوا يتحدثون بلهجة سورية. اللهجة مكساج أخي جمال، عملية مكساج يمكن أن تضخ على مادة في المياه ونقع جميعنا ضحية. دموغ قبل قليل يحوي الكثير من التناقضات، وواضح أن المصدر بحد ذاته اختار أن يورطكم بهذه التناقضات، لأنه لاحظ أن الأشخاص الذين ظهروا فيه هم أشخاص من البشمركة. الأشخاص الذين ظهروا طبعا سأشرح لك. الأشخاص الذين ظهروا فيه هم أشخاص يرتدون لباس البشمركة الكردية. واحد. اثنين، هل بحياتك شفتي أنه في حدا في عناصر من الجيش تقوم بضرب وإنزال العقاب بشخص بجندي سوري؟ لاحظي أن هناك جندي. لعبة التضليل الإعلامي مستمرة، وتلفزيون الدنيا مستمر في كشفها. فيلم مفبرك تقدمه محطات التضليل على أنه تعذيب وإهانة من قبل رجال الأمن لأهالي منطقة البيضاء في بانياس. تمكن تلفزيون الدنيا من التأكد من أنه عن أحداث في شمال العراق، ويظهر فيه جنود أمريكيون. وكما أشرنا فقد بث هذا الفيلم، بل بث هذا الفيلم اليوم في بعض الفضائيات ومواقع الإنترنت على أنه جرى في بانياس ضمن سياسة التضليل والتزييف المبرر. هذا هو الشخص اللي بين بالفيديو بقرية البيضاء. مين أنت؟ شو اسمك؟ أنا اسمي أحمد بياسي من قرية البيضاء، مواطن عربي سوري. على التلفزيون على قناة العربية انه حاطين بالشريط الاخباري انه وفاة الشاب احمد بياسي اللي هو انا. كاذب كاذب، اعلام السوري كاذب.